لكن للاسف الشديد، وانا ده رايي من زمان او من 4 5 سنين، ان الخطيب اعظم لاعب واعظم موهبه ظهرت في الوطن العربي، ولكنه افشل اداري ظهر في الوطن العربي. الخطيب راجل انت قابلته؟ لا يعني مش دايما، مش باستمرار، في بعض المؤتمرات كده يعني ايه. ما قابلتوش ولا مره؟ ما انا بقول لحضرتك قابلته، بس ما خدتش معاه تصريحات او لقاءات او كده، لان انت عارف اول مره حضرتك. تقابل الخطيب كده وسأله اي سؤال هيقعد 4 ايام على الجو على ما يفهم السؤال. خطيب راجل فكره متدني جدا، ليس لديه اي خبره في اداره كره القدم محترفه. والخطيب انسحب لان عارف ان السنه الجايه هتبقى سنه سوداء على النادي الاهلي. فهو يقول لك انا عملت وانجزت وحط الدولار وانسحبت. بعد ما انسحبت ايه اللي حصل؟ يعني انا بس هسألكم سؤال. انت موظف في جريده او في موقع معين بالظبط، وبتاخد راتب، غير جريده ثانيه او موقع ثاني قال لك تعالى اشتغل معانا وهديك 10 اضعاف الراتب، تروح ولا ما تروحش؟ من غير تفكير هروح طبعا. لا، انت بقى لو سبت النادي الاهلي شكلت انتمائك وطنيتك ولائك وانت خاين. لان المفروض تاخد 15 مليون لا يدوم لك النادي الاهلي، في ايه انت جاي لك 100 مليون؟ تروح ل 100 مليون ولا 15 مليون؟ يعني لو بعدين سوق اللاعبين في مصر كان هناك نادي واحد يتحكم في هذا السوق، هو النادي الغني الحمد لله، هو النادي الاهلي. ولكن في الدوري المصري وخصوصا السنه دي ظهروا لاعبين جداد سوق اللاعبين في مصر زي الجونه وزيد وبيراميدز وفاركو وبنك الاهلي وسيراميك ووترا. دول انديه عندهم فلوس اصبحوا بنفس النادي الاهلي لاعبين. يعني كان النادي الاهلي ياخد احسن لاعب في مصر ب 10 مليون، اخر لاعب اشتراه الساعي 50 مليون بالظبط. ده فين المبادئ بتاع 15 مليون؟ يعني هناك انديه ثانيه عندها فلوس ممكن تدفع ب 50 مليون. فما اصبحش النادي الاهلي هو اللاعب الوحيد بالظبط. ولكن اداره النادي الاهلي. يعني انا لي اصدقاء خليجيين كتير واقول لها اشتغلت في الخليج 50 سنه. كويس. فقرأت مره بص على الفيس، النادي الاهلي المصري اعظم نادي في العالم. فاصدقاء الخليجيين ردوا علي قالوا لي يا كابتن محمد يا ابو خالد، في برشلونه وريال مدريد ومانشستر سيتي ومانشستر استهجنوا يعني هذا القصه. فرديت عليهم قلت لهم النادي الاهلي عنده فعليا اكثر من 70 مليون مشجع يشجعوه. دي حقيقه. المانيا كل تعدادها 70 مليون، اسبانيا بقى نفس الشيء. طيب النادي الاهلي عنده 3 مقرات كلهم اكبر من بعض ومين في المقرات؟ مين نادي في العالم عنده 3 مقرات ومين في النادي؟ النادي الاهلي المصري عنده 24 لعبه رياضيه ويحقق فيهم بطولات دوليه. مين نادي في العالم عنده هذا؟ يعني برشلونه وريال مدريد سله ويد وطايره بس. كل الانديه لعبه او لعبتين بس. بالظبط. يبقى اعظم نادي في العالم ولا لا؟ اكيد طبعا. 6 مربوش. فانا بقول الحق، يعني بقول الايجابيات والسلبيات. يعني النادي الاهلي المصري نادي يجب ان يكون في مستوى انديه اعظم انديه اوروبا. اكيد. لكن لانه ادارته هزيله بيرقصها واحد فكره بطيء متخلف مش قادر يصل بالنادي الاهلي المصري الى المكانه المرموقه التي يجب ان يصل اليها. هذا رايي. فأرجو يعني ان اكون وضحت.
الصورة وصلت يا فندم كده. وطبعا التصريحات الأخيرة بتاعت حضرتك بخصوص رأيك في الخطيب وإدارته طبعا أنا كده كده مش هكتبها احتراما طبعا لحضرتك، دي بره الحوار يعني. إذا كنت تسمح لو عايزني أكتبها أكتبها. والله انت رايك. ما فيش مشكلة يعني، أنا هتجنبها بس يعني إيه، احتراما لرأي حضرتك، وده يبقى بيني وبين حضرتك بس بشكل شخصي فقط. طيب عايز اسالك سؤال بقى، انت بتسالني انا اسالك سؤال. اتفضل يا فندم. رايك الشخصي في الكلام اللي انا قلت عنه. الخطيب انا بص، انا هقول لحضرتك حاجه. انا لو قيمت الخطيب مثلا في ادارته للنادي الاهلي هقيمها ب6/10. ف6/10 مش عارفها بالنسبه لحضرتك هي نجاح ولا فشل ولا اعتدال، انا مش عارف. بالنسبه للنادي الاهلي بلا شك هي فشل. بس خلاص. يجب ان ياخذ 10/10. حضرتك يعني خبرة عني واكبر مني سنا، واكيد احتكيت بناس كتير ولاعبين كتير وادارات كتير، فاكيد انت تعرف النسبة اللي المفروض يكون النادي الاهلي فيها، وانت حضرتك قلتها دلوقتي 10/10. انا رجل ديمقراطي، انا بقول رايي وبحترم اي راي اخر بالظبط. حتى المختلف معايا. اكيد طبعا اكيد. بحترمه جدا يعني. يعني لو انت قلت لي انت غلطان اقول لك اوكي ماشي، طب انت شايف اني غلطان في ايه؟ وهتقبل نقدك بكل ارتياحيه وصبر رحب، لعلي استفيد منه. بالظبط يا فندم اكيد، واحنا كلنا بنستفيد من بعض. رايي الاخر وانا اهلاوي، لكن انا قبل ما اكون اهلاوي انا مصري. اكيد طبعا. انا عايز كرة القدم المصرية ترتقي وتكون في مكان موضوع. خلي القائمين على كرة القدم المصريين ناس أكفاء وناس يتمتعوا بالنزاهة والسيادية والشفافية. أتراهم هكذا؟ انا بالنسبة لي شايفهم ان هم اقصى حد ليهم ان هم يكونوا مدرسين في مدارس فقط، ما يمسكوش مناصب زي دي بصراحة. أنت عارف أنا يعني برى إن يجب أن نتبع هذا القرار صدر إقالة الرابطة وإقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة وإقالة الوزير بهذا العبث الذي يحدث في الرياضة. ولكن ده مش هيحصل طبعا يا فندم، حضرتك فاهم اللي يعني الدايرة اللي بتدور جوه والمطبخ بيقول ان ده مش هيحصل دلوقتي. بس والله يا أستاذ أنا شايف الأزمة الحالية أزمة جامدة. ليه؟ نادي الزمالك انسحب وطبقت عليه اللائحة والعقوبات، فهتيجي تخلع ده عن النادي الأهلي الزمالك هينسحب. ما أنت عندك هم بيلفوا ويدوروا عاوزين يبعدوا الزمالك ويقول لك الزمالك مش طرف. طبعا ده كلام كذب عشان يكتشفوا المبرر انهم ينظروا ان ده اللجنه الرمضيه. اللجنه الرمضيه عندها نص صريح في لوائحها بيقول لازم موافقه الاطراف كلها، فعشان عارفين ان الزمالك مش هيوافق يقول لك ايه الزمالك مش طرف. طبعا ده كلام فارغ. بالظبط يا فندم. على كل هنشوف يعمل ايه. انا بشكر حضرتك طبعا على الحوار الجميل ده وكل سنه وحضرتك طيب ودايما في صحه واحسن حال يا رب ان شاء الله يا استاذ محمد. الله يخليك. ربنا يخليك يا استاذ محمد حبيبي، كل سنه وانت طيب. مع السلامه يا فندم. سلام. خش على الحوار وخلصي. ايه ده خلصنا يعني الحوار اهو، الحوار خلصناه يا ستي في ربعايه اهي. ده ما بحبش اكلمه عشان كده. عامل العماير بقى بتبقى كلمه ونص. عارف انا عارف. مستحيل اجوزهولك. احنا مفيش دلوقتي قدامنا غير ان يبقى الحال على ما هو عليه. مش هعمل انا حته الخطيب فاشل دي. لازم نتفاهم لحد ما تخلفيه وتتكتب الخلفه باسمه، وبعد كده كل واحد يروح لحال سبيله واللي له حق يبقى ياخده. نعم يا اسف. طب انا عايزه ممكن خلاص هكتب لك المقدمه وانت تعالى اعمل الاسئله كده وخلاص. فرغها بس زي ما عملت في التاني. ايه
ابعتلي الفويس وانا هعمله خلاص.